صباح النور، مساء الورد والياسمين. وقت ما شفتوا هذا الفيديو مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كويزين ديزاين. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. في فيديو تاع نهار اليوم حبيت نشارك معكم وصفه تاع حلوى جافه اقتصاديه وتوجد ليه. ما نطولش عليكم، نخليكم على الوصفه والمقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. نبداو بسم الله. اول شيء نجيبوا الباسينه تاعنا ولا الغسيبيون تاعنا ونبداو مباشره في المكونات. اللي عندنا زوج حبات بيض اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني تجبدوهم ساعه ولا ساعتين من قبل من الفريجيدير. عندنا مغرف صغيره تاع لافاني ورشه ملح، وعندنا ربع كاس تاع سكر ما يعادل 70 غرام. نخلط هذه المكونات مع بعض حتى نحس انه السكر ذاب لي مع البيض. ونزيد تقريبا ربع كاس تاع زيت ما يعادل 80 ملي، يعني اللي يحبوا يخدموا بالميزان. ونخلط مليح حتى يدخل لي مليح هذاك الزيت مع باقي المكونات. شوف الحلويات اللي فيها الزيت لازم نخلطه مليح هكا باش الزيت ما يقعدلناش من الفوق. ونبدا نزيد في الفرينه بالتدريج، ونزيدو ملعقه صغيره تاع خميره حلويات. شوفوا الفرينه زيدوا بالتدريج حتى تحصلوا العجينه تكون طريه. انا جاتني 280 غرام. نتوما الفرينه انواع، نتوما زيدوا بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه ما تيبسوهاش. وانا عندي بيبي دو شوكولا ولا شوربه الشوكولا. ونبداو نليمو في العجينه تاعنا، يعني كما راكم تشوفوا حلوى اقتصاديه ما فيهاش بزاف مكونات، وتجينا بزاف لقهوه العصر ولا قهوه الصباح لوليداتنا. يعني فوق وقفه توجدوها، ما تحتاج لا طابع لا والو، يعني مكونات اقتصاديه وهي اصلا سهله في التحضير تاعها. هذه هي العجينه اللي نتحصل عليها. ومن بعد نروحوا نجيبوا العجينه تاعنا في طاوله العمل. هنا تحبوا ترشوا الفرينه ولا تحبوا في طاوله العمل تاعكم ديروا الزيت. نقسم العجينه تاعي الى 4 كوريات ونديرها كحربوش بهذا الشكل. ومن بعد نحكموا الحربوش الاول ونقعدوا نفتحوا فيه بهذا الشكل، ما يكونش خشين بزاف وما يكونش ركيك بزاف. نديروا بهذه الطريقه، نفتحهم كامل حذا بعض هكا باش كي نقطعوا الحلوى تاعنا تجينا بشكل كامل واحد، يعني تجينا بنفس الشكل. في هذا الوقت نكونوا ديجا شعلنا الفرن تاعنا على 180 درجه، لان كما قلت لكم حلوى سهله بالخف توجد. ونبداو نجيبو موس ولا نجيبو كوبات بهذا الشكل ونقطعوا الحلوى تاعنا بهذه الطريقه. عفوا، بهذه الطريقه. حاولوا انها ديروها متساويه، ما تقطعوهاش صغيره بزاف وما تقطعوهاش كبيره بزاف. ونروحوا نجيبوا البلاطو تاعنا اللي كنا درنا فيه بابي كويسون ونستفوا كامل الحلوى تاعنا في البلاطو. قلت لكم حلوى سهله بلا طابع بلا، يعني في وقفه توجدوها. ونروحوا نديروها طيب بعد ما كنا درناها كامل في البلاطو تاعنا وكملوا كامل باقي العجينه.
نديروها طيب على 180 درجة. كي تشوفوها حمارت من الأسفل نشعلوا عليها من الفوق غير شوية تحمر، غير شوية ونطفيو عليها بهذا الشكل. شوفوا يعني جاتنا بزاف هايله. وهنا بعد ما خليناها تبرد نروحوا ذوبت في حمام مائي، ذوبت تقريبا واحد 100 غرام تاع شوكولا بالحليب، وزدت لها مغرف تاع زيت، ونروحوا ندهنوا ولا نطليو الجوانب تاع الحلوى تاعنا بهذا الشكل بالشوكولا. كما تقدروا ديروا لها معجون وترمدوها بالجوز الهند، ولا يعني لكم الاختيار في التزيين. احنا تعرفوا الاطفال يحبوا الشوكولا، لهذا درتها بالشوكولا وانتم لكم الاختيار. وهذه هي الحلوى تاعي بعد ما طابت لي وبعد ما زينتها. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. اللي اول مره يدخل قناتي مرحبا الف مرحبا، منورين القناه. نتمنى راهم يعجبكم الوصفات. نتمنى ما تخرجوش يديكم خاويين، ديروا اشتراك او ابوني وفعلوا الجرس باه يوصلكم كامل الفيديوهات وكامل الوصفات. حنقسم حبه امامكم. شوفوا كيفاه جينا حلوه جافه اقتصاديه، توجد فم ما تديش الوقت ما تديش الجهد، يعني في وقفه توجديها لوليداتنا قهوه العصر ولا قهوه الصباح. نتمنى تجربوها. انا وصلت نهايه الوصفه وصلت نهايه الفيديو، قليلا نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم هي الصح، في والديكم وفي وليداتكم، ربي يحفظهم لكم ان شاء الله. الى وصفات اخرى. يعني شوفوا الحلوى تاعنا كيف تجينا هشيشه وتجينا بزاف هايله. نتمنى تجربوها. يلا الى وصفات اخرى باذن الله. تركتكم في رعايه الرحمن، مع الف سلامه.